صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ دلوقتي يا حبايبي احنا هنعمل ايه مع بعض؟ الملوخيه الخضراء مع بعض. لو عايزه تقطفيها كده اهو زي ما احنا بنقطفها كده، تقطفيها وتتغسل وتتفرش في الشمس او في حته ضله من غير شمس عشان ما تسمرش معاك. عايزه تعمل تخزنيها خضراء، طبعا بتقطفيها وبتتغسل وتنشفيها في حته بيضه او تنشفيها في اي حاجه عندك، وبعد ما تنشفيها طبعا بتعملوها بالمخرطه. خليكم معايا كده زي ما انتم شايفين كده اهو، بقطفها زي ما انتم شايفين تقطف كده. الورقه كبيره اهي زي ما انتم شايفين اهو، الورقه اهي كده اهي تقطيف الملوخيه. يا حبايبي بنقطف اهو. بصراحه ده احنا هنفضل طول النهار وطول الليل في الحبه دول، طول الليل وطول النهار. مش هعمل دوس لايك انا اشترك عشان اسويلكم كل جديد، فعلى الجرس عشان اسويلكم كل جديد. عسل يا زيزو عسل. دي بقى عايزه تنشفيها بتنشفيها وتحطها في حته ضله او شمس، بس لو حطيتها في حته شمس بتسمر معاك. لو عايزه بقى ايه بتغسليها كده وتنشفيها برضو وتعملها بالمخرطه. هعملها برضو معاكم ايه بالمخرطه وهكيسها برضو معاك عشان هو يعني ايه اخزنها يعني وكده. يعني دي فيديو لتخزين الملوخيه الخضراء، تخزين الملوخيه الخضراء. دوس لايك انا اشترك عشان اسويلكم كل جديد، فعلى الجرس عشان اسويلكم كل جديد. ماشي. كمان مره ولا ايه؟ اهو كده يا حبايبي اهو. وانا بقى ايه نغسلهم كده مع بعض كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. والاخر نجيب طبعا مصفى ونصفي كده. بعد كده ما نغسل وبعدين نصفيه في قلب المصفى. وكده لازم برضه ايه اغسله كده معاه. وبرضه هعملها برضه بالمخرطه برضه ايه معاكم كده، بس بعد ايه ما تنشف شويه نشفها شويه برضه باي حاجه عندك، حته قماشه ولا اي حاجه عندك ننشفها كده مع بعض برضه. اهو يا حبايب بعد طبعا ما اتغسلهم ونشفتهم طبعا، يعني ما رضيتش اطول معاكم في الفيديو، قلت ننشفهم كده زي ما انتم شايفين اهو، ما فيهاش اي ميه خالص. ولازم تقطفي كده الورقه كده ما يبقاش فيها العروق اللي بتبقى فيها البيضه اللي قدام ديت. دي لو هتنشفيها هتسيبيها عادي عشان طبعا بعد ما تنشف بتهرسيها كده وتعملها ايه طبعا في الملح. تمام اهيت. والمخرطه هنعمل بقى ايه المخرطه اهيت نعملها كده ايه مع بعض كده. نقلبها كده على الصينيه اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين اهو. انا حابه ان انا اعملها كده ايه في المخرطه كده، مش حابه ان انا اعملها في الكبه. انا مش حابه ان انا اعملها في الكبه، لازم كده ايه في المخرطه كده. طول ما المخرطه معاكي حاميه هتعمل معاكي على طول زي ما انتم شايفين اهو، ونضيفه وزي الفل اهي. دوس لايك انا اشترك عشان اسويلكم كل جديد، فعلى الجرس عشان اسويلكم كل جديد. عسل يا زيزو. انا سايبه الفيديو لكم علشان ايه مش عايزه اسرعه معاكم عشان تشوفوا بس ايه الطريقه بس.
شايفين خضار الملوخيه اهي، شايفين خضارها اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهي، نعمت معانا اهي، ما خدتش وقت معانا على فكره اهي. شايفين شايفين الخضار بتاعها اهي يا حبايبي. اهي يا حبايب اهو. هي كده يعتبر اللي هي ايه نعمت خالص اهي اهو. بقرب لكم الكاميرا اهي. نخلص كده بقيه الكميه وارجع لكم تاني، ما تروحوش بعيد عشان نكيسها كده ايه مع بعض. شايفين يا حبايب اهي بعد ما عملتها طبعا اهي بالمخرطه اهيت اهي، بعد ما خرطتها اهي بالمخرطه اهي، نكيسها كده بقى ايه مع بعض. نعمل بقى ايه على قد ايه الطبخه كده، على معيار الطبخه كده زي ما انتم شايفين اهوت. عاير الطبق باي حاجه عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو على قد الطبخه بس كده اهو. شايفين اهو. عايزه تربطي الكيس ما فيش اي مشكله، تربطيه عادي. عايزه تسيبيها على كده تسيبيها على كده اهو. هعمل معاكم برضو الكيس التاني اهو على قد الطبخه اهوت. دي بقى تفريز الملوخيه الخضراء، تفريز الملوخيه الخضراء. اما لو هتعملها طبعا ناشفه بتطلعها طبعا في الهواء الشمس لا، علشان بتسمرها معاكي، وبعد كده لما بتنشف خالص بتفركها بايدك كده، والاخر ايه بتنخلها بس ايه بالمنخل كده عشان تنعم معاكي. امال ديت اهي تفريز الملوخيه الخضراء، عاملاها بالمخرطه زي ما انتوا ايه شايفينها ايه في الاول كده. ودي التخزين بتاعها اهو في الاكياس. عايزه تربطي الكيس اربطيه، مش عايزه زي ما انا عامله كده اعملها زي ما انا عامله كده، بتبقى حلوه كده، ما بتاخدش معاكي ايه مساحه في قلب الفريزر. على قد الطبخه كده تطلعي الكيس بكيسه كده اهو. شايفين يا حبايب اهو. نعمل كمان كيس كده مع بعض كده، وبعدين اكمل بقى كده مع نفسي كده واجيب لكم برضو النهايه برضو. اهو يا حبايبي اهو. اكمل كده مع نفسي كده وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. بعد ما خلصنا كده وكيسنا اهو، شايفين اهو اهي. هي على فكره هي الكاميرا بس هي اللي عامله ايه ضي ابيض كده على الاكياس، بس اهو خضره خالص اهي اهي. شايفين شايفين الخضار اهو اهي اهو. بس انا حبيت بس ايه ان انا اوريكم بس ايه الخضار بتاعها بالكاميرا بس اهو، عشان لما ببعد الكاميرا كده بتبقى ايه الكيسه ايه معرقه كده من تحت بس اهو اهي. شايفين الخضار اهي اهو يا حبايبي
دوس لايك اعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد. فعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك، الاشتراك، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه مازن قول. دوس لايك اعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.